يلا يلا 3 2 هوا. اهلا بيكم مشاهدينا، ومعاكم حلقه جديده من برنامجكم هنا القاهره. النهارده هنتكلم عن حاجه جديده وموضوع جديد، ومعانا قضيه كبيره. هنتكلم عن خبيره الصوت الدوليه اللي هتقدر تقول لنا عن كل الحاجات اللي بتقدر تخرجها في صوره كويسه وفي صوره كبيره. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا فندم. انا عايزين نعرف المشاهدين ان ايه الحاجات اللي بتقدري تعمليها علشان توصلي بيها للصوت والدقه اللي انت بتعمليها. هو الاول مساله الصوت دي مش سهله، لان انت يعني عامه لما بتيجي تسمعي حاجه بتبقي حابه انك تبقي عايشاها بكل تفاصيلها، على عكس التلفزيون. انت في التلفزيون ممكن الصوره بتغني جدا عن الصوت. اكيد طبعا. لكن الصوت احنا ممكن عادي جدا يبقى الناريتور او ايا كان اللي بيسجل قاعد بس قدام المايك، ما فيش اي حركه خالص جنبه. فيعني بس طيب مجرد ايه قاعد الصعوبات بيتكلم. اللي بتواجهوها عشان تقدروا تطلعوا العمل ده بصورة كويسة، والناس طبعا اكيد مش عارفة اللي انتوا بتواجهوه يعني؟ هي مش صعوبات، بس هي الفكره. يعني انا كمهندسه صوت، كل اللعبه او الشغل على الافكتات اللي انا ممكن احطها. عادي، انا بالنسبه لي الناريتور قاعد بيتكلم بس وبيسجل التراك بيطلع لي. الشغل كله فيما بعد التسجيل، لانه طبعا بجيب تراكات او افكتات ليها علاقه بالمشهد او بالسيناريو اللي مكتوب لي. بس فهو ده ممكن يكون صعب شويه، بس اللي حابب الشغلانه طبعا مش بالنسبه له مش ازمه يعني. اكيد طبعا. طب انت شايفة يعني العمل ده ان شاء الله يعني بعدين هيبقى ايه يعني؟ هو مش واخد حقه قوي دلوقتي، بس انا شايفاه من الحاجات المهمه جدا. و انا كنت بقول لك في الاول انه الصوره بتغني كتير جدا عن اي حاجه ممكن تسمعيها او تشوفيها يعني. انت عندك في الصوت لا يعني مش واخد حقه، لان مش كل الناس بتحب تسمع حاجه، لان ممكن ما تبقاش حاسه قوي المشهد، لكن بالنسبه لها الصوره افضل. فانا ان شاء الله يعني نفسي انه بعدين يبقى الصوت مكتسح اكتر، لان انت بيبقى مرهق اكتر وشغله متعب اكتر، لان انت بتلعبي في كل حاجه في الصوت. مش أكيد. مش فكره ان انت بتصوري حاجه وبتنزليها زي ما هي بس. اكيد طبعا. انا بشكر حضرتك جدا على المعلومات اللي ضفتيها لي وضفتيها للمشاهدين، وكان معاكم منال يحيى وحلقة جديدة من برنامج هنا القاهرة.